أهلا البنات، وش راكم؟ إن شاء الله يا ربي تكونوا بخير وعلى خير وصحة جيدة يا رب العالمين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم من مطبخي ثالث يوم لشهر رمضان الكريم، ونشوفوا واش طيبت من أطباق وروتيني اليومي في شهر رمضان الكريم. أول حاجة درت شريبة تاعي تاع ثالث يوم كيما تعودتوا عليها، شريبة تاع الفريك، ودرت هنايا درت طرف أفخاذ تاع الدند كيما شطيحة، يعني كيما شطيحة تاع الدجاج. درت لها البصل، شويه تاع الكرافس، درت لها شويه سنينه تاع الثوم، ملح، فلفل كحل، قزبر، شويه تاع فلفل عكري وطماطم مصبره. حمصت مرق، درت لها الحميصه وغلقت لها كوكوط وخليت هذوك الفخاذ يطيبوا على خاطرهم. بعدها جيت خدمت لا فارس تاع ميني برجر هذاك باش نخدم لي ميني برجر اللي كنت ديجا بارطاجيتهم معكم. الوصفه راهي في قناتي. اولا درت نص طر تاع الدجاج، رحيته كيما شفتوه وزدت له المعدنوس، ملح، فلفل كحل فقط، وشويه تاع الزبده، وعاودت رحيتهم في الاشوار وجيت شكلتهم هكذا بهذا الشكل. وجيت خدمت التحليه، اروع تحليه راكم رايحين تذوقوها معايا بمكونات بسيطه والبنه تبهركم. اولا درت الكاطو، اي نوع تاع الشوكولا واي نوع تاع كاطو تحبوه، رحيته في الاشوار، ما رحيتوش بزاف، خليت فيه ذيك الحبيبات بما انه في الشوكولا باش كي نكون نحس بديك الشوكولا تاعو. ومن بعد درت له كيما كتشوفوا شمخته بشويه تاع الحليب وخليته دكوتي. وجيت خدمت هذيك الكريمه الرائعه، كاس تاع سكري كلاس وكاس تاع فروماج، اي نوع فروماج عندكم. انا درت هنايا موندور العادي تاع البيدون هذاك نخدم به عادي، وطلعته بزوج مغارف تاع الحليب وحصلت على هذه الكريمه، درتها كطبقه هكذا من الفوق. شوفوا كي تكونوا تاكلوا فيها رجعوا لي بالخبر، بنه رائعه جدا، واحد المذاق مختلف عن باقي التحليات، رائعه جدا، ننصحكم باش تجربوها. بعدها نجيبوا طبقه تاع الكاطو، عاود درتها هكذا من الفوق، شمختها في الحليب وحطيتها، ودرت الطبقه الثانيه تاع الكريمه ورحت درتها في الثلاجه حتى بردت شويه وتماسكت. وجيت درت لها هنا يذوب طبليطه تاع شوكولا فقط عاديه بشويه تاع كريم فريش، ودرت هكذا طبقه من الفوق. تحبوا ديروها شويه تاع الحليب شويه تاع الزبده وديروها طبقه هكذا من الفوق. وشديت داك الكاطو اللي قاد لي وفتته هكذا بيدي فقط وحطيته هكذا من الفوق ودرتها في الثلاجه وخليتها تبرد. اروع تحليه راكم رايحين ديروها في هذا شهر رمضان الكريم، ننصحكم باش تذوقوها، طعم مختلف رهيب، الذوق تاعها مذاق رائع، راكم رايحين تعشقوها. هذه التحليه جربوها ورجعوا لي في لي كومونتير تاعكم وقولوا لي واش رايكم في التحليه تاع نهار اليوم. على بالي باللي تعجبكم، رائعه جدا هذه التحليه. شوفوا فيها الفرomاج وسكري غلاس، تعطيها واحد البنه رهيبه رائعه جدا. شوفوا كيفاش تجي لداخل، يعني مذاق رائع جدا هذه التحليه. شوفوا هذه التحليات وصفات اللي عندي وصفات قديمة، ماشي فقط أنا عاود درتها بالجاتو والجاتو تاع شوكولا باش تعطيني هذاك المذاق المختلف. بعدها جيت خدمت الحميص درت فلفل حلو وحار شويته في الطاجين هذاك مع طماطم وشويه تاع الثوم، قشرتهم وقطعتهم في هذه القطعه تاع الحميص. هذه القطعه تاع البصل مانويال رائعه، تخرج لكم الحميص روعه، ما يطلقش الماء تاعو. تقشيوه هنايا وتقطعوه وتحطوه هنا في الطبيسي، حطيته ودرت شويه زيت زيتون شويه ملح ودرت زينته بحبه تاع الزيتون طبعا تاع البلاد الله الله. ومن بعد جيت نخدم لا فينيغراد عادي، درت كاس تاع زيت زيتون، نص كاس تاع الماء، نص كاس تاع الخل، وعصره تاع نص قارص، ودرت مورف تاع لا موطارد وفلس تاع الثوم، زعيت لا مورف سكر ونص ملعقه تاع الملح. وبديت نطلع خدمت لا موطارد تاعي. تحبوا تخدموا هذا لا فينيغراد بكميه كبيره، الكيله فقط كبروها طبعا. ودرت لا صلاد تاعي. شوفوا لا صلاد انا اللي نديرها صلاد عاديه جدا ونحبها بالبصل خاصه في الصيام، ولا نحب هذا البصل الخضر نحب نديرو فيه شلاضه، قطعتها كيما راكم تشوفوا هكذايا. ودرت لا فينيغراد تاعها وحطيتها بجيه. وجيت قدمت عفوا جيت شويت هذاك البولي اشي تاع الهمبرجر. شوفوا خليتها هكذاك سخونه وحطيت هذا الفرماج هذا التشيز حطيته فوق هذاك، حطيته فوق لا فيوند اشي البولي اشي حتى ذاب شويه، وحطيته هكذا في الخبيزات وقدمته. شوفوا هذا الخبز راني شاركته معكم في تحضيرات شهر رمضان الكريم. اللي حبت تدي الوصفه راهي في قناتي، تدخل تلقى لا فيديو في تحضيرات شهر رمضان الكريم ميني برجر، راهي يجيكم بالتفصيل، يعني رائع جدا هذا الخبز.
وها وليك النتيجة تاع الفخاذ تاع الدند اللي كنت طيبتهم في الكوكوطة طابوا ما شاء الله زبدة. شوفوا اون ديغي شطحة لحم شطحة دجاج جات رائعة جدا. وهذه هي التحلية في النهاية متكلطة مفرمجة، الله الله ذوق رائع. وهذه هي طاولة تاع نهار اليوم. ديروا لي جيم، خلوا لي تعليقاتكم وشاركوني آراءكم.